ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ دخلنا 2025 وبصراحه بدايه السنه حلوه في معظم الحاجات، زي كروت نفيديا الجديده الار تي اكس 5000 والنظارات الذكيه ومعالجات انتل الجديده. بس انا مش جاي اتكلم عن الحاجات دي لان حرفيا هي اتحلبت من قنوات اليوتيوب، انا جاي اتكلم عن الابتكارات والتكنولوجيا سنه 2025 وبصراحه هي حاجات جامده جدا. وقبل ما ابدا الفيديو ما تنسناش بلايكك الجميل واشتراكك الحلو لو انت اول مره تشوفنا، وتعليق حلو لان والله يا جماعه تعليقاتكم دي هي اللي مخليه الواحد لسه بينزل فيديوهات وافكار جديده ليكم. ويلا بينا نخش على الفيديو. عارف الاحساس ده لما تبقى عامل اكل صحي عشان ضغطك ولا وزنك وبعدين تاكله وتحس انك بتاكل ورق شجر، مفيش طعم للاكل ومفيش روح له؟ اليابانيين قالوا ازاي الكلام ده يحصل واخترعوا معلقه كهربيه عشان تحل الازمه دي. الفكره ايه بقى؟ المعلقه ديت مش بتشتغل ببطاريات عشان تسخن الاكل ولا حاجه، لا دي بتبعت اشارات كهربيه خفيفه للسانك. الاشارات دي بقى بتلعب على براعم التذوق المسؤول عن الطعم المالح، فتقوم تخليك حاسس ان الاكل عليه ملح مع انك ما شميتوش اصلا. الميزه انها مش معموله بس لمرضى الضغط العالي، لا ده لاي حد عايز ياكل اكل صحي ويحافظ على صحته، او حتى عايز يحس ان طعم الاكل فيه حياه بدل ما يحس انه بياكل اكل ممل وما فيهوش نفس. في النهايه المعلقه ديت مثال بسيط على ازاي التكنولوجيا بتدخل حتى في الاكل. بس السؤال الاهم بقى، انت مستعد تجرب ولا خايف تنسى طعم الملح الحقيقي؟ شركة يوكاي انجنج اليابانية أبهرتنا بابتكار جديد اسمه ميرومي، مش ميرويم، ميرومي. ميرومي ده روبوت مميز جدا، مش روبوت تقليدي زي بيعمل شغل البيت أو يجاوب على الأسئلة، لكنه صديق صغير هدفه الأساسي إنه يحسس الإنسان بالراحة والونس. الروبوت ده مصمم بشكل عبقري، مغطى بفرو ناعم جدا يخليك أول ما تلمسه تحس بالدفء والهدوء، كمان بيتشبك في دراعك كأنه طفل صغير وده بيديك إحساس بالحميمة. المميز فيه إنه مش بس بيقعد معاك كده وخلاص، لكنه بيعمل حركات بسيطة زي هز الراس وأصوات هادية كأنك بتتكلم مع كائن حي مش مجرد آلة. تخيل التكنولوجيا ديت لما تنتشر اكتر، ممكن تشوف روبوتات زي ميرومي في كل مكان، مش بس في البيوت لكن كمان في المستشفيات، دور الرعايه او حتى الجامعات. روبوتات تكون جزء من حياتنا اليوميه، توفر دعم نفسي وتساعد الناس اللي محتاجه شويه ونس او حتى لحظه راحه. السؤال بقى، تفتكر لو الحكايه دي انتشرت هيبقى عندنا روبوتات شخصيه لكل واحد فينا؟ وهل ده هيغير مفهومنا عن التواصل مع البشر، ولا ميرومي هيبقى مجرد خطوه اولى في عالم الروبوتات اللي بتشتغل على الجانب النفسي؟ في عالمنا النهارده التواصل بين الناس بقى اسهل بفضل التكنولوجيا، لكن لو كنت في بلد غريبه وما لمتش لغه المكان ممكن تواجه مشاكل في التواصل. لكن دلوقتي ظهر حل مبتكر وهي نظارات الترجمه الفوريه. النظارات دي بتستخدم تكنولوجيا متطوره عشان تترجم لك الكلام بشكل فوري اثناء المحادثات. يعني ببساطه لما حد يتكلم معاك بلغه مش بتعرفها، النظارات ديت هتترجم الكلام اللي قدامك على العدسه بشكل مباشر كانك مش بتسمع لغه ثانيه بل بتسمع كلامك انت بس. الميزه هنا انك مش هتحتاج تفتح موبايلك او تكتب حاجه على الانترنت، النظارات هتقوم بكل ده ليك. وعشان تقدر تتنقل بين اللغات بسهوله تقدر تختار من بين لغات كتير متوفره. ده يعني لو كنت بتسافر لبلد تانية مش هتكون محتاج تكون خبير لغه، كل اللي عليك هو ارتداء النظارات وتستمتع بالتجربه. هل شايف ان التكنولوجيا دي هتغير طريقه تواصلنا في المستقبل؟ وهل النظارات دي هتبقى جزء اساسي من حياتنا اليوميه لما نروح بلاد جديده؟ اكتبوا لي في التعليقات. انت بتقعد على البحر ولا في حديقه تحت الشمس وفجاه تلاقي الموبايل بتاعك قرر يخلص شحن، طب ازاي هتشحنه دلوقتي؟ اكيد مش هتطلع تجيب باور بانك من جيبك، صح؟ هنا بقى تدخل المظله الشمسيه شحن الاجهزه. المظله دي مش بس تديك شويه راحه تحتها من الشمس، لا دي كمان شغاله زي محطه طاقه شمسيه صغيره، يعني تقدر تشحن موبايلك او التابلت بتاعك تحتها وكانك في محطه شحن متنقله، ومفيش كهرباء تقليديه ولا حاجه. كل اللي في المظله ديت خلايا شمسيه بتجمع الطاقه من الشمس وتحولها لكهرباء، بعدين توصل الكهرباء لاجهزتك من خلال منافذ اليو اس بي. يعني لو قاعد على البحر او في الجنينه تقدر تسيب الموبايل يشحن وانت مستمتع باشعه الشمس بدون ما تشيل هم الشحن. موبايل. الميزه هنا مش بس انك هتشحن جهازك، لا كمان هتكون بتستخدم طاقه متجدده وصديقه للبيئه. يعني بدل ما تجيب شاحن كهرباء من اللي في البيت هتستفيد من الشمس اللي من غير اي تكلفه اضافيه. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، وعارف ان مده الفيديو قصيره بس انا بحاول وانا بكتب السكريبت تكون مده السكريبت طويله بس في نفس الوقت ما يكونش فيها حشو، يعني ما اكونش كاتب كلام وخلاص يحسسك بالملل وفي نفس الوقت مش هتستفاد منه. وغير كده الضغط اللي عليا من ثالثه ثانوي بالذات النص الثاني، فادعوا لي لما اخلص السنه دي ابدا انزل لكم فيديوهات بانتظام ومدتها اطول. فما تنساش تدوسوا اللايك وتشتركوا في القناه عشان تتابعوا كل جديد في عالم التكنولوجيا والهاردوير. لو عندكم اي سؤال او اي راي سيبولي في الكومنتات وانا هرد عليكم على طول. وسلام.